السلام عليكم. طبعا بالنسبه لقصه مصطفى محمد بيقول لك مضى للاهلي مقابل 4 مليون يورو. المشكله مش هنا، المشكله ان مصطفى محمد طبعا مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وننت الفرنسي حاليا. طبعا انا من اشد المعجبين بيه كمهاجم يعني بيفكرني بحاجات، بيفكرني بعمرو زكي الدبابه البلدوزر، بيفكرني بمجدي عبد الغني في الجيتا والبنيان القوي. بيفكرني بعماد متعب في الرأسيات، يعني هو عنده هدر أو الرأسية بسم الله ما شاء الله ممتازة، لأن يعني من اللعيبة اللي تحب تكون عندك. أما بالنسبة لأحمد سيد زيزو فإحنا مش محتاجين نتكلم عليه، طلعوا طبعا بيان. يلا كورة طلعت بيان قالت لك وائل جمعة بيقول إن أحمد السيد زيزو بيقول ان وائل جمعه بيقول ان احمد السيد زيزو ما مش هيفيد الاهلي وما ليش يعني ما فيش افاده، وعندنا يعني في المكان بتاعه ناس تاني افضل منه. فطلع الكابتن وائل وكذب ده كله. فيعني القصص كلها مش قصه الاهلي والزمالك. يعني واحد مثلا زي مصطفى محمد، تمام، انت ما جايبوش من الزمالك، انت جايبه من انت الفرنسي مش من الزمالك. فبالنسبه للناس اللي بتكبر الموضوع بتقول لك كرم ربيعه، يعني انا يعني حتى لو هو من الزمالك، فيعني انا الاهلي ياخد منك زيزو، امام، بن شرقي، مصطفى محمد، ماشي، ولسه جاي في السكه حسام عبد المجيد، واحتمال يبقى محمد شحاته. بعد ده كله ترد علينا ان انت تاخد كرم ربيعه وياسر طب خدهم يا سيدي وخد نتفة فجوم هديه. سلام.